الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. هننفذ مع بعض الشنطه اللي هحط لكم صورتها فوق دي. انا دايما مقتنعه ان الشنطه لو زادت عن كيلو الا ربع او 800 جرام هتبقى تقيله، يعني دايما مش ما بحبش اعمل شنطه تكون وزنها كيلو. الشنطه لما بتدخل في 900 جرام 850 كده بتبقى تقيله شويه، وانا مش من النوع الناس اللي بتحب تعمل شنط بالوزن ده. الشنطه النهارده انا هعملها لكم بطريقه هتبقى شكلها حلو وفي نفس الوقت نفس الستايل بتاع الشنطه، ولكن خفيفه شويه. يعني في الطبيعي احنا بنعمل الشنطه قاعده وبنطرح الطول من العرض، والقاعده الستاندر بتبقى 15 في 30، وبنعمل قاعده الشنطه 15 في 30، وبنرتفع وبعدين بنعمل الدايره بتاعه الشنطه الاساس نفسها او جسم الشنطه. جسم الشنطه بيكون عباره عن قطعه بيضاويه وبعدين بنقصها من النص، و المفروض القطعه دي بيبقى طولها 50 سنتي، بس انا زي ما قلت لكم هحاول اصغر فيها شويه بحيث ان الشنطه تكون اقل من الكيلو، يعني 750 جرام 800 جرام بالكتير خالص باليد بالقاعده بكله. تمام، هتمشوا معايا بنفس الخطوات وان شاء الله تطلع معاكم مظبوطه على اي لون انتوا عايزينه. طبعا هي ليها تشكيله الوان كتير. انا هعمل معاكم النهارده تدريجه كده حلوه. اول حاجه هجيب المازوره، هجيب فتله الخيط اللي عندي ايا كان بقى الخيط اللي انتوا بتستخدموه، زين او جولد او اي يعني خامه بتستخدموها او اي ماركه. اول حاجه هنقيس فتله طولها 8 سم. انا ده كانت فتله زين فهتلاقوها رفيعه شويه، كانت عندي من زمان فانا محتاجه اللون ده فهشتغل بيه. لو اللون موجود في اي اسم تاني يعني او اي نوع خيط تاني او اسم خيط تاني يعني هستخدمها عادي. فانتوا امشوا بالخطوات زي ما انا بعمل، مش شرط يعني ايه نوع خيط معين. فانا بدات فتله طولها 8 سم وهتوكل كده على الله. بسم الله. وهلف كده وادي التامن. عديت كده 8 سطور، 1 2 3 4 5 6 7 8 سطور. بدات الفتله طولها 8 سم وارتفعت 8 سطور. 8 السطور دول يعني بالخيط اللي معايا هيكون عرضهم حوالي 10 سم. وهاجي في النص وهقسم دي كده او هطبقها كده عشان اقص الفتله في النص بالظبط، واجي جايه اقص. تمام كده اهو. وبعد كده هجيب اللون البرتقاني. انا بشتغل بالتدريجه دي. الشنطه ليها كذا تدريجه، يعني انتوا عايزين تدرجوا الالوان زي ما انتوا عايزين تعملوها لونين، عايزين تعملوها 3 الوان، يعني براحتكم. هجيب فتله الاورنج كده واحطها هنا، وهشتغل سطر واحد بس اورنج او برتقاني. وهاجي هنا برضو قصاد القص كده وهقص. حاول ان انا اقص كله يبقى قصاد بعضه. وبعدين هجيب فتله لبني كمان او الازرق اللي انا شغاله بيها دي، وهشتغل سطر واحد بس. وبرضو هقص، يبقى القص كله من جزء واحد او من جنب واحد ويكون كله قصاد بعضه. وبعدين هنا هشتغل بقى باللون الاورنج، فهغير الخياطه اللي انا شغاله بيها. هشتغل احط اللون البرتقاني اللي انا عايزاه، هنا بغير الخيط بتاع الخياطه عشان انا عايزه اللون البرتقاني ده.
وبعدين هحط اللون البرتقاني واشتغل 3 سطور باللون البرتقاني برضو. وانا شغاله كده هقول لكم كل لون خد كام سنتي. هنركب البرتقاني كده واحاول ان انا اجيبه يبقى قصاد بعض بالظبط. كده اشتغلت 3 سطور باللون البرتقاني ده اهو. بعد اللون البرتقاني ده هحط لون بنفسجي، اغير برضو خط الخياطه كده 3 سطور. هنا هحط لون فوشيا مع اللون البنفسجي ده هقص الاول، ودايما اخلي بالي ان القص كله يكون جنب بعض. وبعدين احط اللون البنفسجي اكمل بنفس الخياطه عادي سطر واحد اللون اللي هو الفوشيا ده. وبعدين هقصه وبعدين سطر كمان اللون بنفسجي سطر واحد بس. حطيت سطر واحد كمان بنفسجي بس وهقص، وبعدين بقى هنا هشتغل باللون الفوشيا. كده هحط اللون بقى اللبني اللي انا بدأت بيه. بسم الله. وهقص هنا سطر واحد بس برتقاني اهو. وبعدين بقى اخر حاجة هحط اللون الاورنج. 3 سطور هيكونوا اللون الاورنج، بس بنحاول على قدر الامكان ان احنا نجيب القص في النص بالظبط، او كل توصيلة تكون في النص بالظبط.
خلاص كده انا انتهيت هنا، وهقول لكم مقاس القطعه كام. ده الالوان اللي انا اشتغلتها اهي، تمام. طيب عرضها قد ايه؟ بسم الله. عرضها 41 سنتي. طبعا لو هي 50 سنتي، ال5 سنتي دول او ال6 سنتي هيفرقوا، لان كل ما كبرنا ولفينا كل ما الوزن تقل، لاني بلف لفه كامله على الدوران كله. فكده يعني المقاس مظبوط، وكمان الوزن زي ما قلت لكم. لسه هنعمل قاعده الشنطه، ولسه هنعمل اليد، فكل ده هيوزن معانا. احنا مش عايزين الشنطه تزيد عن 800 جرام، وطولها هيبقى 47 سنتي. عايزين بقى تشكلوا الالوان دي، مثلا هتعملوا 4 الوان، هتاخدوا مثلا العرض ده اللي هو 40 سنتي او 41 سنتي، وهتقسموا العرض ده على ال3 الوان او على 4 الوان، بحيث ان النص تبقوا عارفين هتشتغلوا مثلا. يعني لو 4 الوان، 1 2 3 4، هتبقوا عارفين مثلا كل لون هياخد مثلا 7 سنتي، 11 سنتي، 12 سنتي كده. هتشتغلوا على الاساس ده، بحيث ان انتوا ما تتلخفنوش. عايزين تعملوا تدريجة الوان زي ما انا عامله كده، امشوا بنفس التكنيك اللي انا مشيت بيه. حطوا الالوان زي ما انتوا عايزين، بس مثلا بعدد السطور. يعني مثلا وليكن هنا انا عملت 2 4، يعني هعتبر ان الخيط الرفيع ده فتله، او يعني انا هنا عملت 4 عشان يقارب شويه ده، لان الفتله دي كانت رفيعه قوي. فهنا الخيط العادي اشتغلت 3 سطور. فانا هعد لكم ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29. دول 30 سطر، تمام كده. اشتغلوا بقى زي ما انتوا عايزين في ترتيب الالوان او في عدد الالوان. هنعمل ايه؟ هنيجي جايبين القطعتين دول كده بالشكل ده كده، تمام، وبالمقص، وهقصهم او اعلم مثلا بمسطره طويله او حاجه واقصهم طوالي من البدايه للنهايه. واحاول ان القطعتين بتوعي يكونوا قد بعض، اهم حاجه يكونوا قد بعض. لو في اي حاجه في القص غلط هنسويها. تمام كده. النص القطر بتاع الدايره ده او البيضاوي ده هيكون قد ايه؟ النص بتاعه اهو هيكون تقريبا 22 23 سنتي، 23 سنتي اهو، تمام كده. وهعمل ايه؟ هاجي جايه هنا على الطرف. انا ممكن احط فتله خيط. بصوا انا في حيات بحط فتله خيط كده من البدايه للنهايه، واثبت فتله الخيط ده بغرزه كده ضيقه، بحيث ان انا انضف النهايه دي. بس انا عشان انا مش عايزه اتقل برضو على نفس الوزن، فهعمل ايه؟ هضيق الزجزاج شويه، وهحاول ان انا امشي على الحرف ده كده بالشكل ده كده. كله انا عايزه اخفف من وزن الشنطه. اهو مشيت زجزاج بالشكل ده كده، شايفين؟ زي ما قلت لكم انا ممكن احط فتله، بس عايزه اسهل على نفسي الوزن شويه، عشان كل اللي هحطه هيتقل من وزن الشنطه. وهنضف بقى اي حاجه زياده، تمام اهو ده شكلهم. طيب زي ما قلت لكم اليد هنعمل قطعتين طولهم 60 سنتي وهنخيطهم مع بعض. هنعمل هنا بقى القاعده بتاعه الشنطه. هنا هعمل القاعده زي ما قلت لكم، هتمشوا معايا بنفس الخطوات اللي انا عاملاها، لان احنا مش هنعمل القاعده الستاندر اللي احنا بنعملها اللي هي 15 في 30. لا انا هعملها هتكون اصغر شويه، بس هتمشوا برضو معايا بنفس الخطوات اللي انا ماشياها. اول حاجه هجيب فتله طولها
20 سنتي، يعني فتلة البداية هيكون طولها 20 سنتي على المزورة كده اهي. وبعدين هبدأ ارتفع لغاية ما الجزء اللي انا عملته البيضاوي ده يكون طوله 28 29 سنتي. بس كده انا عايزاها طولها 28 سنتي في عرض سطر واحد كمان اهو اهي 28 سنتي او 28 ونص كده في 11 ونص سنتي. انا عايزاها المقاس ده، مش عايزاها كبيره قوي عشان زي ما قلت لكم كل ده هيفرق في الميزان. كده سنه بسيطه كده اول سطر بس. وبعدين هضم الجزء ده كده اهو، هضمه كده وهرفع ايدي دي كده وانا شغاله عشان انا مش عايزاه يبقى مفتوح من هنا، عايزاه يبقى مضموم شويه اهو. يعني لما اجي ارفع عند الزاويه دي كده هرفع فتله الخيط لفوق. مش هرتفع كتير، يعني مش هرتفع عدد سطور كتير، هما السطرين دول بس. او هقص الخيط كده، ممكن ارتفع سطر واحد كمان اهو، بس ارفع ايدي كده اهو. وهقص الخيط. بس كده، ده كده القاعدة بتاعت الشنطة اهي تمام. هي طولها هي مش عالية قوي، هي دوب مثلا ما تكملش 3 سنتي ارتفاع اهي، 3 سنتي تمام كده. يبقى بدأت بفتلة طولها 20 سنتي وفضلت ارتفع لغاية ما طول القاعدة بقى 28 سنتي او 29 سنتي، وارتفعت سطرين 3 لغاية ما بقت بالشكل ده. بقى هنا بعد ما خلصت الجزئين زي ما قلت لكم وعملت القاعدة، بدأت بفتلة 20 وارتفعت لغاية 28 او 29 سنتي، وبعد كده بدأت ان انا ارتفع سطرين او 3. طبعا الارتفاع ده براحتكم، بس زي ما قلت لكم ان احنا بننسق الحجم بتاع الشنطة مع الوزن عشان ما تبقاش تقيلة. ودول كده الجزئين. بصوا بقى بعمل ايه، بمسك الجزئين كده وباجي قافلاهم على بعض بالشكل ده، جزء جزء، واجي حاطاه كده تمام. بجيبه في النص بالظبط هنا مع الجنب بتاع القاعدة. وده كمان الجزء التاني برضو بتنيه كده اهو، وباجي حاطاه كده بالشكل ده كده اهو تمام. وابرة خياطة بخيط بلون مختلف، اثبت بس القاعدة الاجزاء دي في القاعدة، وبعد كده انا كده كده بخيطهم خياطة يدوي، يعني مش بخيط على المكنة. يعني بجيب ابرة كده وبثبت بكروكي كده الشكل، ولازم يكونوا متناسقين مع بعض، ده زي ده تمام. وبثبتهم كده كروكي، وبعد كده ببدأ ان انا بابرة خياطة بنفس لون الخيط اللي انا شغالة بيه، واثبت كده خياطة يدوي واتمم كويس. وفي نفس الوقت لو عايزة اركب بطانة بركب بطانة، انا مش هركب بطانة تمام. واليد زي ما قلت لكم بعمل قطعتين طولهم 60 سنتي ايا كان بقى، عايزين اي لون من الشنطة، وبرضو بركبهم برضو يدوي كده تمام.
هنا ومن هنا ومن هنا بيكونوا قصاد بعض. ولو عايزه اخيط مثلا الشنطه بخيط مش خياطه عادي، عايزه اخيط مثلا بخيط اللي هو السناره الرفيع ده شفاف، بخيط براحتي. تمام كده، ده الفكره بتاعت الشنطه.